السلام عليكم باشمهندس محمد، ازي حضرتك؟ اتمنى تكون بصحة وعافية. الحمد لله انا قدرت النهارده ان انا آه، احضر الكورس كله او المادة العلمية كلها، وبشكر حضرتك. يعني بصراحة المادة مميزة وحلوة، يعني انا استفدت منها كتير. يعني باختصار كده يعني اقدر اقول لحضرتك مثلا ان الجزء بتاع الاستيميشن اضاف لي كتير في حتة التنظيم. لان كنا بنشتغل استيميشن بس بصراحه لا، في تنظيم، في فكره، طريقه تقسيم تانية. عايز اقول لحضرتك يمكن الاندايركت ده تقريبا احنا كنا بنشتغله كده بنسبه مهمشه، بنحطها وخلاص. لا، انا خدت فكره بتتعمل ازاي وبتتنظم ازاي. عندي برضو بالنسبه للجزء بتاع الكوست كنترول تقريبا احنا كنا بنشتغل عشوائي. مجرد فكرة التنظيم والشيتات والحاجات دي لا، أضافت لي بصراحة كتير، فبشكر حضرتك عليها. في حاجات برضه زي نسبة الإهلاك كنا بنحسبها بطرق برضه بدائية، لا أنا خدت طريقة فكرة حلوة بنشتغل بيها. الجزء بتاع المانجمنت بصراحة الشرح بتاعه كان جميل ومميز. يعني يمكن حتى الجزء بتاع الفاليو انجينيرنج احنا كنا بنشتغل عليه، واشتغلت عليه دلوقتي. حضرتك اشتغلت عليه مشاريع كتير فعلا، بس لا انا اكتشفت احنا كنا بنعمل حاجات عجيبه ما لا ما هياش فاليو انجينيرنج فعلا. يعني لو في مستقبلا حاجه او طريقه ممكن احاول اطور نفسي في الفاليو انجينيرنج شويه، لان انا يعني المجال ده حبه شويه، فهحاول اطور نفسي فيه مستقبلا. يعني بشكر لحضرتك لان انت ضفت لي كتير، خاصه في الجزء بتاع الكنترول. عملت لي تنظيم للافكار كان في نوع من العشوائيه جامد في الشغل بتاعنا في الكنترول. لا بصراحه لا، بشكر حضرتك. وخلال الفتره الجايه ان شاء الله انا هحاول خلال الاسبوع الجاي ان شاء الله ابدا ارجع تاني على الدوكيومنتس البي دي اف، وهدخل في شتات الاكسل شويه. ولو في اي حاجه حابه هتواصل مع حضرتك يعني خلال الاسبوع الجاي، مثلا لو في اسئله او حاجه، لان انا هرجع تاني على الدوكيومنتس خلال الاسبوع الجاي ان شاء الله. وتاني بكرر شكري لحضرتك، وفعلا الماده مفيده استفدنا منها، وشكرا لحضرتك تاني.